بتقول لها أرسولا هخليكي بشرية لمدة 3 أيام، ولو عرفتي توقعي الأمير في حبك هتفضلي بشرية، والمقابل هيكون صوتك. قصتنا بتبدأ لما الأمير إريك قرر يطلع يصطاد مع أصحابه، والمساعد بتاعه بيقوله ما عنديش استعداد أرجع للملكة من غيرك يوم عيد ميلادك. وبنيجي لعيلة إريك المكونة من 7 حوريات، واللي عندهم اجتماع مع أبوهم الملك تريتو، وبيحضروا كلهم ما عدا إريل. فالملك بيسأل السلطعون سيبستيان فين إريل علشان بتختفي كتير، وبنلاقي إريل والسمكة الصغيرة فلوندر في سفينة قديمة فيها حاجات تخص البشر. بعدين الطائر بيشوف شوكة مع إريل بيستغرب تخص مين دي، ويقول لها هو باباكي لسه مش موافق يطلعك على سطح البحر. بتقول له إريل إن هو شايف إن البشر كلهم مؤذيين. عندك حق والله يا تريتون يا أخويا. والسلطعون بيقول لها شكلك نسيتي اجتماع باباكي، فبترجع بسرعة. وبتظهر الساحرة أرسولا اللي بتراقب إريل، وبتقول إنها عرفت نقطة ضعفها خلاص. والملك بيعرف من السمكة إنهم قربوا من حياة البني آدمين النهاردة، فبيزعق لإريل ويتعصب عليها كمان. وبترجع مكان كانت بتجمع فيه كل حاجة بتلاقيها، بتكون زعلانة وبتقول لسمكتها الصغيرة إزاي عالم بيصنع الحاجات دي هيكون مؤذي. وبتسمع إريل صوت الصواريخ على سفينة الأمير إريك، وبتطلع على السطح علشان تتفرج لحد ما تيجي عاصفة جامدة والسفينة تتملي مية، والناس اللي فيها ينزلوا منها ويركبوا القوارب الصغيرة، وتبدأ السفينة تولع. لكن الأمير بيحاول ينقذ الكلب بتاعه بس مش بيلحق ينقذ نفسه، ومن قوة الهواء وقع في المية. لكن إريل بتنقذه وبتطلع بيه بره. بتسمع إريل صوت ناس جايين وبتستخبى بسرعة في البحر، وبيطلعوا حراس الأمير اللي بيدوروا عليه، وبتكون بتراقبها الساحرة الشريرة وبتقول أخيرا هعرف أوصل للي أنا عايزاه وهستعملها لعبة ليا وارجع قوتي اللي خدها مني الملك. وبيفضل السلطعون يكلم نفسه ويقول اجمد كده ياض، كده الملك معرفش حاجة. وبعدين بيوصل لإريل بيقول لها يا بنتي مش قلتلك تبعدي عن البشر وأذيتهم. مامة الأمير بتكون قاعدة مع المساعد بتاعها وتقول له هو الأمير لسه ما شالش البنت اللي أنقذته من دماغه. وبيجي الأمير يسأل المساعد لقى البنت اللي أنقذته ولا لأ. تتضايق مامته من اللي بيحصل. وبيكون إخوات إريل بيشوفوا حطام السفينة وإخواتها بيقولوا لها قد إيه البشر مهملين. وفجأة بيجي باباهم الملك ويقول لهم جايبين في سيرة البشر ليه. بيرجع يتعصب تاني على إريل. الملك بيستدعى السلطعون وبيقول له أنا شفت البنت إريل بتتصرف تصرفات غريبة، أنت مخدتش بالك؟ بيبص له ويقول له شكلك مخبي عليا حاجة. وبيخاف السلطعون فبيقول له أنا قلت لها تبعد عن البشر. وبيسمع الملك كلمة بشر بيتعصب طبعا، ويروح لها المكان اللي بتجمع فيه حاجات البشر وبيقول لها ازاي تقربي من البشر، دول قتلوا امك. وبيكسر كل حاجه في المكان وبيحذرها ما تطلعش للسطح تاني. بتعيط. وفجاه بتظهر الساحره الشريره وبتقول لها انا عمتك أرسولا. بتقول لها إريل عرفت انك على طول بتعملي مشاكل بين البشر والحوريات. وبتقول لها انا يا بنتي ده على طول غرضي المساعده. بتفكر إريل وبتقول لها ازاي تساعديني. والسلطعون بيشوف إريل وهي بتعوم وبيجري يعوم وراها يشوفها رايحه فين. أرسولا بتقول لها انا عارفه انك جايه لي علشان نفسك تعيشي مع البشر فوق، وانها على طول كانت بتراقبها وعارفه ان الامير سرق قلبها. تقول لها إريل ازاي؟ فالساحره بتقول لها هعمل معاكي اتفاق، هخليكي بشريه لمده 3 أيام، ولو عرفتي تقابلي الامير وتخليه يحبك هتفضلي بشريه، بس في المقابل هتاخد صوتها، ولو فشلت هتكوني تحت ايديها. وبتخاف إريل في البدايه، وبعدين الساحره بتاخد صوتها الحلو منها وبقت إريل زي البشر وطلعت على سطح المي. وبيلاقي إريل واحد معاه مركب وكان بيصطاد، وبياخدها معاه في المركب وبعدين بيوديها القلعة بتاعة الملك، والبنات هناك بتحميها وتلبسها. وبتسمع منهم كمان إن الأمير لسه بيدور على البنت اللي أنقذته. بيجي الأمير وبيكون فاكر إنه أخيرا هيلاقي البنت اللي أنقذته، بس لما بيعرف إنها مش بتتكلم بيزعل ويمشي. وبعدين دخلت إريل أوضة الأمير تستكشف الحاجات اللي كان بيجمعها من كل رحلة طلعها. وبيجي المساعد بتاعه يفكره إنه بكرة المفروض هيطلع ناس تدور على البنت اللي أنقذته. وتاني يوم بياخد إريل ويروحوا على البحر، وبتشوف السوق وكل حاجة بتكون جديدة عليها. بعدين بياخدها الأمير في رحلة بالمركب، بتكون الساحرة الشريرة بتراقبها وبتخلي المركب تقع بيهم في المية لما تحس إنها مش هتبقى تحت إيدها. وبتقرر الساحرة تعمل تركيبة علشان تأذيها وتفضل مسيطرة على إيريل. وفي نفس الوقت بيكون باباها الملك وإخواتها بيدوروا عليها. بيروحوا القلعة والمساعد بيقول له إنهم معرفوش يلاقوا البنت اللي أنقذته. في يوم والأمير قاعد على البحر شاف بنت جميلة، وتاني يوم الصبح الخبر انتشر في البلد إن الأمير لقى البنت اللي أنقذته ورحبت بيها مامته الملكة. وأول ما إريل شافتهم زعلت واختفت، وفضل يدور عليها السلطعون والطائر سوا. والطائر اكتشف أخطر حاجة، وهي إن البنت اللي لقاها الأمير هي الساحرة الشريرة اللي خدت صوت إريل. وأول ما بيلاقوها بيجري الطائر يقول لها إن الأمير اتخدع ودي ساحرة البحر. وأخيرا في الوقت ده بيكون الأمير بيدور على إريل، وبتوصل إريل للقلعة وبتشد السلسلة اللي لابساها أرسولا وصوتها بيرجع لها. لكن أول ما الأمير يعرف إنها هي اللي أنقذته بترجع إريل حرية بحر تاني
وبتاخدها الساحرة وتنزل بيها البحر. وبعدين مامة الأمير بتلحقه وبتقوله ما قلتلك يا ابني دي لعنة البحر اللي كله شر. بيوصل باباها الملك وبيقول لها سيبي بنتي، انت عايزة منها ايه؟ وبتقوله انها هتسيطر على بنته لو ما اخدتش الصولجان بتاعه. واول ما بيسيبها لها الملك بتقدر تسيطر عليه، وبتكون لسه هتقتل إريل بس الأمير بيوصل لها. فإريل بتقوله اهرب الساحرة هتموتك. وبعد محاولات كتير من الساحرة انها تقتل إريل والأمير، قررت إريل تتخلص منها وتقع عصاية أبوها، وأول ما بتخبط العصاية في الصخرة بيتحرر. وبتقوله إن الأمير ساعدها علشان يخلصوا من الساحرة الشريرة. والأمير أول ما بيطلع على سطح البحر بتكون الملكة مستنياه وبتاخده ترجعه للقلعة. ولما بيلاقي الملك إريل على طول قاعدة زعلانة بيقرر إنه يحولها البشرية. وبترجع إريل للأمير وبيتجوزوا ويعيشوا في تبات ونبات، وقرروا إنهم يلفوا بحور وبلاد. وفي النهاية بتظهر كل الحريات وبيفرحوا لجوازهم مع البشر من غير ما يكونوا خايفين من بعض. خليني بقى أقولك إن الفيلم ده نسخة الفيلم كرتون عملته ديزني سنة 1989، والممثلة اللي عملت إريل بشرتها سمراء على عكس الكرتون الأصلي زي ما حصل في كليوباترا كده. صحيح الممثلة صوتها حلو، أما بقى أرسولا في الفيلم اختلفت تماماً عن الكرتون. ده غير إن المفروض مكانها يكون ضلمة زي ما موجود في الكرتون، لكن ده ما كانش موجود في الفيلم أصلاً. في النهاية الفيلم اختلف عن أفلام ديزني اللي كلنا اتربينا عليها، ومش معنى كده إن الفيلم وحش نهائي. الفيلم حلو جداً ويناسب الأطفال، لكنه غير الأفلام الكلاسيكية اللي تعودنا عليها.